يا صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي يوصلكم فيه الفيديو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بوصفة حلوة جدا جدا وفيديو جديد، والنهاردة هنعمل مع بعضينا طريقة عمل البامية باللحمة بطريقتها بتاعتي انا السهلة والبسيطة. هقدم معاكم طريقتي انا فيها، طريقة اكلتنا اللي احنا بنحبها، البامية باللحمة. وأقدم كده معاها شوية رز مفلفل واحدة بواحدة، بس حاجة كده عسل زي ما انتوا شايفين. عايزة اوريكي ازاي البامية دايبة دوب بشوية صلصة وصوص، حاجة كده رهيبة. ربنا يبارك طبعا، غير ذوبان اللحمة الفظيعة اللي ريحتها وطعمها كان رهيب زي ما انتوا شايفين. طبعا ده موسم البامية، مالية الأسواق، جميلة جدا. أنا من بحب وبعشق البامية جدا جدا أكتر من أي خضار. بصي بقى كده دوبانها لما نعملها مع بعض غدا أو عشاء. بصي عايزة أقولك صدقيني لو جربتي الوصفة دي هتعتمديها عندك، خفيفة وسهلة وكمان طعمها حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بس لأول مرة بتشوفيني أنا إيمان ودي قناتي، يسعدني ويشرفني انضمامك ليا وكمان تعليق حلو كده واعجاب على الفيديو زي ما انتوا شايفين. عايزه اوريكي قد ايه اللحمه دايبه، قد ايه الباميه دايبه، حاجه كده عسل ربنا يبارك. بصي وهنتعلم النهارده مع بعض ازاي مش نضيف نقطه ميه واحده بس للاكل. ايوه انا ما بحطش ميه خالص على الاكل بتاعي، انا بطبخه كله كده في بعضيه منه فيه، ما بحطش ميه خالص على الخضار بتاعي، كله في بعضيه بيبقى طعمه رهيب وبيبقى ريحته صدقوني بتجيب اخر الشارع، ريحة الاكل من حلاوته. لو عجبك الفيديو تعالوا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير ويلا بينا. اول حاجة هنبدأ بيها وهي البامية. بصوا بقى البامية مالية الاسواق، في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بتعرفش البامية اللي هي بتبقى طرية او البامية اللي بمعنى صح نقول عليها شيخة او بامية عجوزة بتبقى كبيرة شوية. انا ما بحبش الباميه الاكسترا اللي هي صغيره جدا جدا، زي اللي هي تبقى حجم اصغر قوي. طبعا الباميه لازم عشان تتنقى، انا بحب قوي الباميه اللي بيبقى فيها الخط الاحمر ده مع الاخضر. طبعا ايد لايد بتنقي كبير وتنقي صغير، بس ما علينا يعني احنا كنا بنقيها اتنين مع بعض ونص كيلو باميه. انا بحب الباميه الصغيره قوي اللي هي زي ما انتوا شفتوها معايا بالشكل ده. طبعا انا غسلاها ومنضفاها، وده شرط اساسي ان احنا لازم نغسل الباميه الاول قبل ما نقطعها، لازم نغسلها لان في ناس بتقع في الخطوه دي كتير قوي، ان تروح مقطعه الباميه وتروح تغسلها بعدين. لا، الماده اللزجه اللي فيها بتطلع وبعدين بيبقى طعم الاكل وحش جدا، وبعدين بتعبي ميه جوه المسام بتاع الباميه والفتحات بتاعتها. بصوا انا بقى طبعا غسلتها ونضفتها حلو جدا جدا وبنشفها، بقمعها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعدين بعمل لها الفتحه اللي في النص دي او على الجنب بحيث ان يدخل فيها الصلصه والطبيخ بتاعنا كده تتشرب منه الباميه ويبقى طعمها حلو، تبقى الباميه من جوه شاربه كل حاجه. بصي جدتي كانت الله يرحمها تعملها بالطول كده، انا بعملها بالفتحه بالعرض زي ما انتوا شايفين كده الباميه. اهي الباميه بصراحه رهيبه وطعمها حلو جدا، وفي الاسواق ماليه الدنيا. هنخلص تقميع الباميه بتاعتنا وبعدين نرجع مع بعض نشوف الخطوه التانية. بصي مبدئيا كده انا جبت هنا عندي حله فيها نصها ميه وغليتها على النار بالشكل ده، وهنا عندي ده لحمه بلدي، كيلو لحمه بلدي. بدأت أنزلها في المية، أنا بحب أغلي دايما المية سواء لفراخ أو لحمة بغليها الأول، ما بيطلعش عندي ريم كتير وما بيبقاش الطبيخ أو الشوربة شكلها وحش. طبعا اللحمة مش زفرة، فعشان كده أنا ما بحطش أي إضافات زي الفراخ، لا ما بحبش خالص. أنا بحطها كده لما المية بتغلي وما بديلهاش أي إضافات تاني خالص. خلاص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معانا كده، ببدأ أسقطها كلها بالمعلقة. وعايزة أقولك يعلم ربنا هي دي اللحمة اللي احنا حطيناها مع بعض، مفيش فيها نقطة ريم، لأنك لما بتغلي المية ما بيبقاش معاكي فيها ريمة خالص. أنا بسوي اللحمة نص تسوية مش 3/4، نص تسوية، وهو ده الريم اللي خرج من اللحمة. عايزة أقولك ما فيهاش ريم أصلا لما بتغلي المية. بعد كده جبت عندي حلة على النار، وهنشوف انا زي ما قلت لكم انا هعمل الاكل بطريقتي عشان ما حدش يقول لي لا ده كده ولا ده مش كده. انا عملت اكل في بيتي لاولادي عشان ما حدش يقعد يقول لي لا ده بحط ده وما بحطش ده. جبت بصلايه واحده بس متوسطه، ولو كان عندي اصغر من كده كنت هضيف لان ده نص كيلو باميه بس، لكن ما كانش عندي اصغر من كده. وهقول لك انا هشيل طبعا الزياده، مش برميه طبعا، البصل زياده انا مش برميه خلاص. بدات اخرطها بالشكل ده، وملحوظه انا بحب البصل الاحمر في الطبيخ قوي، بيديني طعم كده وكرمله وسكر، بيبقى الاكل بتاعه معسل. البصل الابيض مش بحبه غير في الكوبيبه بس. خلاص بدات اخرطها على ايدي بالمخرطه، وعايزه اقولك انا عندي 2 كبه مش واحده، بس انا بحب تخريطه البصل بتاعتي الطبيخ على ايدي بالسكينه سبحان الله، بحب كده بتبقى مفروله كده وبتبقى مش ماسكه ببعضيها زي التانية.
خلاص بدأت خرطت كده، خدت الكمية اللي انا عايزاها، وهشيل باقي البصلة دي بحطها في الفريزر، بحوشهم لو هعمل كفتة او اعمل فراخ، بطلعهم مفرومهم بالكب. خلاص. الطبيخ بتاعي مش بضيف له بهارات كتيرة ولا حاجة، بهاراتي بسيطة اوي للاكل، لان كل ما بتكتري في البهارات بتبقى الاكله طعمها مش حلو. طبعا اللحمه زي ما قلت لكم اخدت نص سوا بس. بالنسبه طبعا ايه، حطيت عندي هنا كده حوالي معلقه ونص من الملح، مش هكتر قوي يعني، معلقه صغيره بتاعه البهارات، مش معلقه كبيره يعني. وبعدين هحط عندي معلقه سمنه او زبده، او سمنه على زيت، زبده على زيت، اللي يريحكم حطوه. بس بحط سمنه، وهبدا ان انا اقلب معايا البصل لغايه ما تاخد معايا اللون الذهبي زي ما احنا شايفين. طبعا زي ما قلت لكم يا جماعه، ده اكل من بيتي لعيالي، انا مش بعمل حدش ما يقول لي ده لا مش كده، حطيها في الفرن، حطي لها، كل واحد ياكل او يعمل الاكله اللي هو في بيته بيحبها وياكلها. والف هنا طبعا لكل من هيجرب وصفاتي ان شاء الله. حمرت البصل عندي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بحب اديها اللون الذهبي، مش بحب احمرها قوي عشان متتحرقش مني، وما بحبش اديها الطماطم آه يعني ما تكونش متحمره. طبعا ده نص كيلو طماطم انا ضرباه بالخلاط ومصفياه حلو جدا جدا. هشوف بعد كده البهارات بتاعتي البسيطه اللي انا هضيفها على الباميه. طبعا انا يعني بسبك، بحط مكعب ماجي، فلفل اسود، بابريكا، ملح وشطه. البابريكا دي بتديني لون شويه حلوه، بتعزز معايا اللون بتاع الطبيخ. طبعا بعد ما تسبكت زي ما شايف مكعب الماجي وملح وشطه، ما حطيتش اي حاجه تاني ومش هضيف اي حاجه تانية. خلاص مش بكتر شطه قوي برضه عشان ما تبقاش معانا حراقه. خلاص خلصنا كده اللحمه، بعد ما خلصناها كده حطيناها في التسبيكه. هغطي شويه، او مثلا لو انت حاسه ان هي عايزه تضيفي شويه شوربه او شويه ميه، زي ما قلت لكم هنا انا ما بضيفش ميه للاكل بتاعي خالص، منه في بعضيه بالشوربه بتاعته. بعد كده غليت معايا كده اللحمه حوالي ربع ساعه بالظبط في التسبيكه بتاعتها. نزلت بقى عندي بالباميه خلاص، وهبدا ان انا انزلها كده واضغط عليها بحاجه. وعايزه اقول لكم ان هنا مش هضيف شوربه خالص ولا اي حاجه، لان انا عايزه الباميه تشرب من تسبيكه اللحمه دي كده مع بعضيها. وكمان لو ضفت عليها دلوقتي شوربه او ميه، الباميه بشكلها ابيض، انا مش عايزاها تبقى فاتحه كده، لا انا هخليها تتشرب شويه من التسبيكه مع اللحمه. خلاص، لان الباميه ما بتاخدش وقت، الباميه انا بحطها على اخر يمكن 10 دقايق لتسويه اللحمه. خلاص بالشكل ده اهو، سبتها لورا، رجعتها كده لورا شويه، قلت عشان ايه تستوي كده على نار هاديه على ما اعمل الرز بتاعي. في كذا حد سالني بيقول لي انت ازاي بتلمعي الالمونيا بتاعتك بالشكل الحلو ده. ان شاء الله مشيت ربنا هنزل لكم انا بغسل المواعين بتاعتي ازاي وايه، حاجه بسيطه خالص. وازاي هقول لك دايما تحافظي على تلميع الالمونيا بتاعتك، هقول لك ازاي. جبت عندي طبعا معلقه سمنه حلوه كده مليانه عشان احمر الرز معاكم، واعمل رز واحده واحده. انا عارفه ان الرز بسيط وسهل، بس يعني قلت هقدم معاكم الوجبه كامله متكامله. حطيت برضو عندي شويه زيت، لان انا بحب خليط ما بين السمنه وما بين الزيت على الرز. السمنه بتديني طعم حلو، والزيت ما بيخليش الرز يلزق معايا. خلاص بعد كده جبت عندي شويه رز من اللي انا غسلاهم، انا مش هعمل غير 3 كوبايات رز بس، لان كان عندي باقي رز في التلاجة. خلاص وبدات احمر شويه، طبعا بنزل عليهم برضو بشويه من الملح، عشان الملح هنا بيخلي الرز يحمر معايا بسرعه، وكمان ما يلزقش مني في الحله اثناء التحمير. خلاص هقلبهم تقليبه زي دي. وبعد لما يتحمروا تعالوا بقى بينا نشوف مع بعض الباميه بتاعتنا ازاي هنزيتها، او هنشوفها ازاي، عايزه ميه، عايزه شوربه، عايزه ايه بالظبط. خلاص بصوا، هو ده قصدي، ان هي الباميه خلاص يعني فاضل لها تكه بسيطه وتنزل من على النار. طبعا بصوا لو انتي، هو زي ما انت شايفه انا بزود الباميه بالشوربه، ما بحطش ميه يا جماعه على الاكل، الطبيخ بتاعي واخد البهارات بتاعته مظبوط. هغطي عليها وكده زي الفل، هي مش عايزه معايا حاجه تانية. وبعدين هنشوف مع بعض الرز. خلاص زي ما انتم شايفين بالشكل ده، حمرت الرز طبعا، خد لون كده معايا، اللون اللي هو يعني الذهبي الحلو يعني، بس صدقوني الكاميرا بتبان الحاجه فاتحه شويه. وهنا عند الرز طبعا انا كنت غسلاه ومصفيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلبه. طبعا بعتذر لكم على صوتي لاني تعبانه. خلاص، وربنا يشفي كل مريض، امين يا رب، امين يا رب. بدأت أقلب بالشكل ده. طبعا الرز عشان تاخدي رز حلوة مفلفلة كده معاكي وجميلة، بتقلبيه على نار هادية، متبقاش النار قد كده. حتى الأكل أول ما بيبدأ يخش في نص التسوية بتهدي النار عليه. جبت عندي 1 مكعب ماجي، ولازم بفركه كده عشان لو ما فركتوش بيفضل معايا في جوه الأكل. وحمرنا الرز كده وقلبناه التقليبة التمام لغاية لما بصي بقى بضرب المعلقة كده بتلف في الحلة. بصي اهو، ده قصدي يعني لما بعمل كده المعلقة تلف معايا والرز يلف معايا في الحلة، مفيش حاجة مكلكعة، مفيش حاجة ماسكة ببعضيها، زي الفل.
وبقلب، صدقوني انا بقلب حتى الرز المحمر على نار هاديه خالص. بعد كده جبت هنا عندي ميه، وعايزه اقول لك ان التسويه المظبوطه للرز انك تحطي ميه مغليه او ميه سخنه، بس ما تكونش ميه من الحنفيه، ميه يا من الكتل بتاع الشاي السخان يا اما بالبراد. وبعدين زي ما انتم شايفين حبايبي كده خلاص اللحمه بتاعتنا استوت زي الفل. احنا هنطفي عليها، بقت حاجه كده عسل زي الزبده. هوريكي ازاي اللحمه مستويه وازاي الباميه استوت معانا. اللحمه ربنا يبارك، والباميه مستويه جدا هوريكي. عايزه اقولك الرز طبعا سريعا كده، الرز اول ما بيشرب الميه بتاعته انا بهدي النار عليه خالص، مش بقلبه تاني خلاص خالص، مش بقلبه، بسيبه لغايه لما بيستوي وحده. بصي اللحمه ازاي مستويه شايفه، والباميه طبعا استوت زي الفل. انا بعرف ازاي الباميه واللحمه ازاي يدخلوا في اي وقت مع بعض، وازاي التسويه بتاعتهم في الوقت المناسب. اللحمه لما تشديها وتلاقيها شاده معاكي شويه، انزلي بالخضار بتاعك دايما وهي بتسوي بعضيها. خلاص احنا كده تمام. زي ما قلت لكم بهدي شويه على الرز، اول لما بيشرب ميته بوطي خالص لغايه ما بيستوي، ما بياخدش معايا صدقوني 7 و8 دقايق بعد التشريبه وبيبقى مستوي. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون لاعجابكم. اشوفكم على خير، وصفه جديده وفيديو جديد. باي باي.